ازيكم يا شباب. فيديو صغير هنتكلم عن ازاي تقدر تستفيد في ايام الراحه انك تعمل ريكفري كويس لعضلاتك. هنتكلم عن حاجه اسمها الاكتيف ريكفري. اكتيف ريكفري انك هتعمل ريكفري باستخدام بعض التمارين والاسترتشات بدون ما تضغط على المفاصل والعضلات. معانا كابتن ياسر، هو هيكون بطل اداء التمارين اليوم. يعني اول تمرين هنعمله وهو هنعمل استرتش عضلات الرجل الاماميه. يلا يا كوتش. بتنام على وشك بالشكل ده، بتتني رجلك، يلا بتتني رجلك وتبدا تسحب رجلك بالشكل ده عليك بحيث ان انت تحس باسترتش او بشد في عضلات الرجل الاماميه. طبعا ده زي ما احنا شايفين. ريح. هتعمل 30 ثانية ثبات على رجلك اليمين، 30 ثانية ثبات على رجلك الشمال. طبعا التمرين ده هيساعد جدا في ريكفري عضلات الرجل من تمرينة الرجل اللي اتمرنتها خلال الاسبوع. تاني استرتش معانا وهو استرتش لعضلة الجلوتس. يلا يا ابو كباتن، نام على ظهرك، اسند راسك، ارفع رجلي بالشكل ده وابدا اسحب رجلي عليها بالشكل ده بحيث اني احس بشد في الجلوتس. هناخد 30 ثانيه بالرجل اليمين اثبت عليها وبعد كده بعكس رجلي وباخد 30 ثانيه تانية. تالت تمرين معانا وهو تمرين سوبرمان. تمرين سوبرمان من اقوى التمارين لمنطقه الكور في العموم. يلا يا قدس نشوف الاداء بتاعنا. بتنام على وشك بالشكل ده، دراع مفرود قريب من بعضه، رجل مفروده، وبثبت 30 ثانيه في الوضعيه دي. افضل ثابت زي ما احنا شايفين بالشكل ده. رابع تمرين معانا وده تمرين قوي جدا برضو لمنطقه الكور. نام على ظهري، رجل على رجل، ايدي مفروده، ايدي على ايد، ارفع رجليك بزاويه 45 درجه، ارفع وسطك واسكت. وبعمل برضو التمرين ده وبثبت فيه لمده 30 ثانيه زي ما احنا شايفين. ارفع وسطك فوق، ارفع وسطك يا كوتش. خامس تمرين معانا وده من اهم التمارين اللي موجوده النهارده. تمرين هيساعدك تعمل استرتش كويس لخلفيات الرجل وهيساعدك تعمل استرتش احسن لمنطقه اللور باك للناس اللي بتعاني من الام اللور باك. يلا يا كوتش زي ما احنا شايفين، بس الاداء يكون ببطء لو سمحت. بحط ايدي على الارض، بحاول ان ركبتي ما تبقاش مفروده للاخر ولا مديه بزياده، كسره صغيره عشان تقدر تلمس الارض. طيب لو انا اقدر اعمل التمرين وركبتي مفروده خالص مفيش مشكله لو عندك مرونه تسمح بده. يلا يا كوتش وابدا اخد خطوات بسيطه لقدام لقدام لقدام. برافو. بس ببدا ارجع تاني وارجع بالراحه عشان اعمل اقصى استرتش اقدر عليه للخلفيات ومنطقه اللور باك. وقف. 2. هنعمل التمرين ده كام عده؟ هنعمله من 5 ل6 عدات بس. تمرين صعب مش سهل. جميل. برافو. عده كمان. زي ما احنا شايفين كده الكابتن بيأدي اداء 100%. برافو. التمرين ده بقى من اهم التمارين اللي هتساعدك تعمل استرتش للجزء العلوي بالكامل من الجسم. بيتم ازاي؟ وركز عشان التمرين ده صعب شويتين. باخد خطوه لقدام برجلي. يلا كوتش. جميل. وسع شويه. حلو. انزل على الارض بس ما تلمسش الارض. بيني وبين الارض مسافه بسيطه وابدا اعمل الاسترتش بتاعي. بحط ايدي الشمال عند كعب رجلي وابدا الف جذعي لفوق بالشكل ده. الف جذعك. برافو عليك. ظهري مشدود، رجلي مشدوده، وابدا اثبت من 15 ل 30 ثانيه في الوضعيه دي على حسب قدرتك انت. بتخلص الجنب ده وبعد كده بتعكس رجليك وتعمل استرتش للجنب التاني. اخر اوبشن معانا وهنعمل استرتش لعضلات الصدر وده تمرين سهل وبسيط ومش محتاج منك اي ادوات. يلا كوتش. بثبت ايدي بالشكل ده في اي جدار عندي في البيت
وابدا اخد خطوه لقدام عشان اعمل استرتش للصدر. بالظبط يبقى ظهري مشدود وتبدا تحس بشد في المنطقه دي. طب التمرين مدته قد ايه؟ التمرين مدته 15 ثانيه للجنب اليمين، 15 ثانيه للجنب الشمال. طبعا كل التمارين اللي احنا قلناها دي مجرد افكار مش اكتر ولا اقل. ممكن تعمل نفس التمارين اللي قلناها او اي استرتشات او اي تمارين مختلفه. في حد تاني ممكن ايام الراحه من التمرين ينزل يلعب رياضه مختلفه زي السباحه، يعمل اي حاجه بس تكون بعيده عن الضغط على المفاصل والعضلات. قول لي في التعليقات انت بتعمل ايه يوم الراحه من التمرين؟ ازاي بتقدر تعمل ريكفري يوم الراحه من التمرين؟ وشكرا.